انا ما زلت عند رايي ان في مشكله عندنا في البيتزا في بورسعيد. النهارده هنجرب بيتزا سلايز، المفروض ده واحد من افضل الاماكن اللي بتعمل امريكان بيتزا او واحد من افضل الاختيارات الموجوده. طلبت منهم تشيز بريد ستيكس، وغطا العلبه لازق في الجبنه ما بيفتحش بسهوله. دي بتبقى عباره عن عجينه عليها جبنه كتير، وبتتقدم مع صلصه بره للديبنج، يعني تغمس فيها القطعه دي. الجبنه كتير عليها رشه زعتر، طعمها كويس شغاله، بس بعتين معاها كاتشب مش صلصه. وطلبت اجنحه 4 قطع بصوص الباربيكيو. الاجنحه بشعه الصراحه، طعمها زفر جدا ومش حلوه. انا رايي يا تظبطها من الصفر يا اما تلغوها من المنيو خالص. وطلبت بيتزا فاميلي، دي الحجم الاكبر من اللارج، ممكن تطلبها باربع انواع مختلفه، جاي معاها 5 اكياس كاتشب، وبيستخدموا كاتشب ادمي وده كويس. طلبتها اول ربع بيبروني، العجينه حلوه والصلصه كويسه، طعم البيبروني كمان كان كويس. تاني نوع دي اسمها مكسيكانو، دي عباره عن لحمه مفرومه مع بصل فريش وفلفل هالوبينو، طعمها خطير، اكتر واحده عجبتني فيهم. وده ذوقي انا، فممكن ما تعجبش ناس كتير، بس بالنسبه لي الميكس ده حلو جدا. تالت نوع تشيز برجر، دي انا كنت طلبتها زمان يمكن من سنه ولا حاجه، كانت طعمها خطير. المره دي مش حلو خالص، طعم البرجر المستخدم نوع مصنعات تعبان، ما يعني مطلوبهاش تاني بصراحه. واخر نوع التشيكن رانش، الفراخ متقطعه تقطيع ناعمه او قطع صغيره قوي، بس طعمها حلو، والصوص الرانش كويس. اقوى طعمين لغايه دلوقتي الرانش والمكسيكان. حتى بالمستوى ده مازال سلايز من افضل الاماكن اللي بتعمل امريكان بيتزا في بورسعيد، بس يا ريت يحافظوا على المستوى ويعدلوا كواليتي اللحمه وخصوصا البرجر. بس دي كانت تجربه سلايز. وفي نهايه الفيديو افتكر ان الاكل اذواق، ممكن اللي يعجبني ما يعجبش حضرتك والعكس، والمطاعم مستواها مش ثابت وتقريبا مفيش كواليتي كنترول، عشان كده ممكن تجربتي تختلف عن تجربتك. انا ممكن اجرب مطعم يعجبني الاكل عنده، لكن لما حضرتك تروح تجربه تلاقي الاكل مش حلو، ودي حاجه بتحصل لنا كلنا. ممكن تشتري من مطعم يعجبك اكله، لما تروح تاني تطلب نفس الحاجه من نفس المطعم تلاقي طعم وجوده مختلفين عن المره اللي فاتت. الهدف من فيديوهاتي ان انا انقل التجربه، بس ما بقولكش روح المطعم او ما تروحش، براحتك خالص، دي حاجه ترجع لك وعلى مسؤوليتك، وانا مش كسبان ولا خسران حاجه في الحالتين. خد المحتوى بتاعي على انه فرصه تشوف فيها التجربه الحقيقيه للمطعم عامله ازاي، بعيدا عن الدعايه. اديك بتشوف شكل المكان، شكل الاكل، كميته، الاسعار ونظام المكان. اما الطعم ده ممكن حضرتك اللي تحكم عليه بنفسك. سلام.